في شارع باب الوزير في حي الدرب الأحمر جامع لم يؤذن فيه لمدة 500 سنة، ولم تقام فيه صلاة من 500 سنة. الجامع هو جامع خاير بيك. تعالوا نعرف حكايته. خاير بيك هو واحد من دولة المماليك، وكان نائب السلطان طومان باي آخر سلاطين الدولة المملوكية. خاير بيك أرسله طومان باي إلى سوريا عشان يكون نائب ليه في سوريا. سنة 1516 اتحركت جيوش الدولة العثمانية إلى سوريا، وخاير بيك تحالف مع السلطان العثماني سليم الأول ضد طومان باي، لأنه كان عايز يرجع مصر ويكون هو السلطان. ولما حصلت معركة مرج دابك في سوريا واتهزمت جيوش المماليك، اتجه سليم الأول إلى مصر وهزم جيش المماليك سنة 1517 في معركة الريدانية، واتقبض على طومان باي وتم إعدامه على باب زويلة. وكان هو أول سلطان مملوكي وآخر سلطان مملوكي يتم إعدامه أمام أهل القاهرة. خاير بيك سبب من أسباب إعدام طومان باي، لأنه تحالف مع المماليك وخان الأمانة وخان العهد اللي بينه وبين السلطان طومان باي. اتلزقت فيه التهمة دي ولقبوه أهل القاهرة بخاين بيك. وكان خاير بيك اتعين والي على مصر بأمر من السلطان العثماني سليم الأول، وهو أول والي في الدولة العثمانية من المماليك. خاير بيك كان أمين قوي على خيانته، لأنه كان ممكن يستقل بمصر وممكن يعيد حكم المماليك لمصر، لكنه رفض. كان والي على مصر 5 سنين من 1517 ل 1522 لما توفى. خاير بيك بنى الجامع اللي موجود في شارع باب الوزير، لكن محدش صلى فيه ومحدش كان بيقرب منه، ولم يقام فيه صلاة من أول ما اتبنى حتى الآن. حتى أنا من سكان منطقة الدرب الأحمر زمان كنا بنشوف الجامع ده كان تقريبا مقلب زبالة، وطبعا بعد الترميم بقى بالجمال ده وبانت روعته الفنية في البناء. خاير بيك عمل أعمال كتير قبل ما يموت، لكن برضه فضل في ذهن المصريين خاين بيك.